بسم الله الرحمن الرحيم. يا حرار نوفمبر العظيم، وحرار ثورة الحرية والكرامة في تونس العظيمة، وحرار كل العرب، وحرار كل العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم من سوسة، من شاطئ البحر. والله لسه خارج من البحر، بحرت يعني خذيت ثار متاع الصيف. تذكروا في الصيف حلقة قلت لكم ضربة شمس، فبقيت في الفندق، نفس الفندق نزلت الآن. البحر جميل جدا، هادئ ودافئ، لأنه الفرق درجة حرارة خارجية 28 درجة، فتلقى الماء دافئ. لما تكون 43 درجة تلقى الماء بارد جدا، لأنه الفرق في درجة الحرارة. لذلك أفضل سباحة هي عادة في أكتوبر وبداية نوفمبر، سمح الوقت بذلك، لكن من يوم السبت ستنزل الحرارة بشكل كبير جدا. أيضا حلقة اليوم يا سيدي، ماذا دار بين الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد؟ التقيا رأسا إلى رأس في الجزائر، ومحمد السادس يدعو الرئيس عبد المجيد تبون لزيارة المغرب بما أنه لم يستطع أن يلتقي به في الجزائر. لماذا؟ وماذا يريد المغرب من الجزائر؟ فرنسا حزينة جدا بسبب الجزائر، بسبب الورقة النقدية ب2000 دينار باللغة الإنجليزية والعربية. الجزائر في الطريق السليم، بما أن فرنسا حزينة، والعاقبة إن شاء الله لتونس وبقية الدول الفرنكفونية، اللغة رقم 17 عالميا التي تحتضرها هي في سرير الانعاش. طبعا الوفد الجزائري يقول كنا عانينا فعلا من صعوبات كبيرة جدا سنتحدث عنها، والصين وروسيا أرسل برقية للقادة العرب يهنئون على القرارات التي اتخذوها في هذه الدورة من أجل فلسطين، كل فلسطين. وأخيرا عادت فلسطين وكلمة الجمهوريات الوطنية التي حاربت الاستعمار. أي سيدي، صباح اليوم وأنا ناخذ في إفطار الصباح، فجأة جاني شخص قدم نفسه أستاذ جامعي جزائري من عنابة، وبدأ يحكي معي مباشرة: راني نتبع فيك يومي. الحق الكثيرين حتى توانسة يقولوا لي، واحد تونسي يقول لي: أنا من ألمانيا يوميا أشاهد قناتك على اليوتيوب وصفحاتك تويتر وفيسبوك. عاد قال لي: احنا نلتقوا الأساتذة جامعيين ونناقشوا طروحاتك لأنه نتابعوا فيك. وثم شكون يقول رياض الصيداوي مازال في الستينات، العالم تغير. شوف، أنا قلت لكم في أكثر من حلقة هذا ليهم هم، لأنه هو يدافع لي وللجميع. راني يدافع على منظومة القيمية نسبة للقيم للستينات، يعني التحرر الوطني، مكافحة الاستعمار، السيادة الوطنية، التصنيع، العدالة الاجتماعية، الصدق، العمل، المشروع الوطني. هذه قيم الستينات، قيم عصر الخليج، قيم الجزيرة والعربية والحدث. العسكر نهار كل يشتموا في جيوشنا الوطنية حتى يعلوا من الملوك والأمراء، والاستهلاك والتلاعب. ايش خلى الليبيين الناتو يقصف فيهم ويقود فيهم من هو الصهيوني برنار هرليف، يقولوا له الله أكبر، والناتو يقصف لهم في جيشهم وفي دولتهم. هذا بسبب الهجمة الإعلامية، هذه الهجمة الإعلامية البترودولارية التي دمرت وحطمت قيم الوطنية. فأنا أسعى لإحياء هذه القيم الوطنية بكاميرا 200 دولار، والآن بالهاتف، يعني مش حتى بالكاميرا. فإنني أحارب هذه الهجمة الشرسة للرجعية العربية والاستعمار على أمتنا. فما أحلى قيم الستينات، ونرجو أن نعود إلى قيم الستينات. مش قال له عندك جنيه تسوى جنيه، وعندك مليون تسوى مليون، وعندك قرش تسوى قرش، والكلام الفاضي متاع انفتاح السداد الذي حطم ودمر حتى الأخلاق العربية. ما علينا. نمشي الآن إلى لقاء قيس سعيد وعبد المجيد تبون. سعينا في الفندق اليوم، شوف، أغلبية أخوة جزائريين، وثم شوي من أوروبا الشرقية، وشوية ألمان الكبار في العمر في التقاعد يحبوا الدفء والشمس. ما ثمش فرنسيس، يعني قلت لهم حتى في الفندق وسط المدينة سونتر فيل، يا ليت سونتر فيل تشيلوها وتحطوا داون تاون، خلي الناس تفهم، هالأجانب هذا يفهمون. فالتقى طبعا على، لأنه
كما عملت لكم حلقة أنه خطاب قيس سعيد وخطاب الرئيس عبد المجيد تبون متطابقان. فلسطين قضية مركزية، رفع الرأس، السيادة الوطنية، إيجاد مكان لنا تحت الشمس في تغير العالم إلى آخره. خطاب متطابق تماما، لأنه يبدو أن ثم حتى تنسيق. إذا الرئيس عبد المجيد تبون أكد حرص الجزائر على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها ودعم مواقفها. وتعرفوا تونس مستهدفة، الوزير الدفاع الأمريكي نفسه ماخذ فيها يعني باين نقول احنا سهم، ويهاجم في الرئيس قيس سعيد وبلينكن إلى آخره، مش عجبتهم مواقف تونس الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء مساء أمس الأربعاء جمع الرئيس تبون ونظيره التونسي قيس سعيد على هامش انعقاد القمة العربية في نسختها 31 بالجزائر العاصمة وفق بيان الرئاسة التونسية. وأضاف الرئيس أن الجزائر عبد المجيد تبون متمسكة بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتحولات العالمية المتسارعة. أنا أصلا كي نشوف الفندق الصباح نشوف الأغلبية أو في الشاطئ الأغلبية من قاطني الفندق هم من الجزائريين، أفهم هذه العلاقة. يقولوا حتى تجارة كبيرة وتوسع في الجزائر أكثر من 1,000,000 سنويا، أفهم هذه العلاقة. لابد أن تتطور. شوفوا في غيابك تشوفوا فيهم الملكيات الإقطاعية كيفاش حبوا يخفضوا تمثيلهم عمدا، طبعا عاملينها هم، ما يحبوش يعطوا الجزائر هذه وتونس هذه الفرصة إحياء القضية الفلسطينية وضد التطبيع إلى آخره. على الأقل أنا دائما أدفع نحو وحدة، نواة صلبة بين تونس والجزائر. ذكرنا بالنواة الألمانية الفرنسية التي صنعت الاتحاد الأوروبي، وبقية تبدأ نواة صلبة وتنضم إليها شيئا فشيئا الجمهوريات الوطنية التي حاربت الاستعمار وليست الملكيات الإقطاعية التي صنع الاستعمار. ما زال خطابي في الستينات، وهذا الخطاب يجب أن يسود إعلاميا وثقافيا لإحياء هذه الأمة. ولفت إلى أن ذلك يأتي من منطلق الإيمان المشترك بوحدة المصير بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه عبر الرئيس قيس سعيد عن حرصه الثابت على مواصلة العمل سويا من أجل تطوير هذه العلاقات النموذجية يعني مثالية، ويزيد طورها أكثر، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، فضلا عن المزيد من ترسيخ قيم التآزر والتضامن بين الشعبين الشقيقين. والله نتمنى أن نبدو خطوة لما حالا نرسم على الخطوات الاعتباطية، وقال لك نص مرزول في شطح من شطحات، وكل شيء يزم كما يعمل الاتحاد الأوروبي مدروس منظم، أنه نبدو في خطوات لإلغاء جوازات السفر وزيارة البلدين فقط ببطاقة الهوية خطوة، ويمهد لها تقنيا يعني أجهزة الأمن إلى آخره، يمهدون لذلك حتى لا تكون يعني اعتباطية فتفشل بسرعة وتنضج على مهل. مش مشكلة، مش بالضرورة يعني في 24 ساعة تحدث. مثلا كنت عامل لها مخطط متوسط المدى 3-5 سنوات إلى آخره. وفق بيان الرئاسة التونسية كان اللقاء مناسبة سانحة للرئيسين للتأكيد على تطابق وجهات النظر، هذا شفناه في خطابين الرئيسين في الافتتاح القمة بين البلدين حول جملة من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ليبيا مثلا، تونس والجزائر حريصة يا أخوان الليبيين على أمنكم في ليبيا، مش الدول الأخرى الطامعة فيكم، هذوما جيرانكم. أمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني التونسي وجزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الجزائري. فحل المشكل الليبي هو حل مشكل أمني تونسي أيضا الجزائري، أو مخاطر موجودة، لأن هذه الفوضى الخلاقة ثم من يزرعها ومن يحافظ عليها ويرعاها حتى تتطور أكثر. إذن العلاقة ممتازة. تذكروا حبة أجهزة أجنبية أنه تبث السموم بين البلدين، وما رو أكاذيب. أنا دحضت في قناتي هذه واحدة، وعلاقة متردية جدا، وعلاقة إلى آخره، وعلاقة قطيعة بين الرئيسين وبين البلدين، كله مش صحيح. أثبتت الأيام صحة كلامي، وما أقوله هذه القناة قناة مصداقية، حتى وإن أخطأت بدون قصد فإنني أتراجع وأعتذر عن خطئي، لكن أيضا بدون تهويل في الأخبار. نشوف قنوات يوتيوب أخرى الحرب عالمية ثالثة وصواريخ وقتل مقتول، لا القناة عقلانية علمية، يعني
ليس من السهل الانجراف وراء معلومات كاذبة أصلا ليس لديها أسس. نشوفوا تو المغرب مرة أخرى، الملك المغربي محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري لزيارة المغرب. خلينا نشوفوا رسميا ونحلوا الخبر. دعا العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار بعدما لم يتسنى ذلك خلال القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وفق ما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لوكالة فرانس بريس، ماشي فرانس بريس. شوفوا تو نعلقوا على تو الاخوان المغاربه يلزم يفهموا الشيء، فرق بين معسول الكلام ومعسول الافعال. انا نصيحتي لكم اذا تحبوا الرئيس عبد المجيد تبون يجيكم وقيس سعيد يجيكم وتعودون الى الحضن المغاربي، اقطعوا نهائيا علاقاتكم مع الكيان الصهيوني والتطبيع والاتفاقيات الامنيه والعسكريه والاستخباراتيه راهي كلها ضد الشعب الفلسطيني، الشعب الصحراوي، الشعب الجزائري، ضد اخوانكم. إذا تحبوا فعلا راهو نريد معسول الأفعال وليس معسول الكلام. وأوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة لزيارة الجزائر. قال لك هو يحب يزور، ما لاش ما زارش. لماذا لم يزور الجزائر مثل بقية ملوك الخليج والأردن الذي دعي إليها لحضور القمة العربية؟ لكن الوفد المغربي لم يتلقى أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال عهد المغرب. تفهمتوش حاجة؟ قال لك قدمنا مذكرة نطلب توضيحات من الجانب الجزائري كيفاش يستقبلوا الملك، كيفاش ما تلقيناش إجابة فإذا ما يجيش. المفروض إذا يقول لنا حاضر سيأتي سيستقبله الرئيس عبد المجيد تبون كرئيس دولة كبقية الرؤساء في مطار هواري بومدين. وأعرب بوريطة الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة عن أسفه لعدم تلقي أي إجابات عبر القنوات الملائمة. تو يشكي لفرانس بريس وكالة الأنباء الفرنسية، هذا من المطبعين الكبار بوريطة. وكان وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة تساءل في حوار مع قناة العربية الاثنين عما إذا كان غياب الملك محمد السادس عن القمة التي تختتم الأربعاء فرصة ضائعة. قال ربما كانت فرصة ضائعة. وأشار رمضان العمامرة أيضا إلى أن الرئيس تبون كان سيخص العاهل المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر الجزائر، وهذه مسألة طبيعية. بوريطة قال لك يعتبر أن مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطار. تو مدخلوها هاي خريطة ها استقبال. شوف تحب تجي إجا الرئيس يستقبلك. الرئيس عبد المجيد تبون لن يذهب إلى المغرب مثل خطاب العرش الأول والثاني ويدعو إلى فتح الحدود إلى آخره. راي مرة أخرى المسألة مسألة أمنية، أمن قومي، أمن وطني للجزائر، وهي أنك أنت اخترت معسكر الكيان الصهيوني، تخلص من الكيان الصهيوني وتخلص من اتفاقياتك العسكرية والأمنية والاستراتيجية، أوقف التطبيع، أطرد سفيره وقنصله إلى آخره. بعد مرحبا بك في الجزائر، في تونس، في موريتانيا، في ليبيا. نحن يا أخي ضد التطبيع أكثر من الهرولة نحو التطبيع، أكثر من الهرولة نحو التطبيع. هذا تحالف استراتيجي بين الكيان الصهيوني والمغرب. لا تستطيع أن تجمع المتضادات، يا نوفمبر يا قيم نوفمبر يا الاستعمار والكيان الصهيوني، واحدة من الاثنين. فرنسا حزينة المسكينة تكاد تبكي وتدمع. تعرفوا أن الجزائر طبعت بمناسبة القمة يعني ورقة نقدية ب2000 دينار. أنا عندي الورقة اللي فيها 6 مفجري الثورة الجزائرية باللغة العربية والإنجليزية. لأول مرة تحذف أي كلمة بالفرنسية. ففرنسا حزين. قال لك جون لوك ميلانشون اليساري المعروف راه مواقف جيد زعيم حزب فرنسا الأبية أول من ألقى بالنقاش في الساحة عبر تغريدة في تويتر. وتأسف ميلانشون من استبدال الفرنسية بالإنجليزية في الورقة النقدية الجزائرية، قائلا في منشور الذي أرفقه بصورة الورقة النقدية من فئة 1000 دينار: هذه ورقة نقدية جزائرية، الفرنسية لم تعد لغة مشتركة. يا للحزن. ماكرون وبورن خارج الإطار. وإيش من بالفرنسية؟ راهي لغة رقم 17 عالميا. الفرنسية لغة رقم 17 عالميا.
الإنجليزية هي اللغة الأولى عالميا، وشتان بين هذا وذاك. أحزن للصبح. والآن شوفوا في هجمة إعلامية فرنسية شرسة على الجزائر. تونس بدت كلية الماستير هاي بجنبي ستدرس بالإنجليزية في طب الأسنان، كلية الطب في المنستير باش تدرس بالإنجليزية. بدت ثم بوادر صحوة، والمغرب نفسه يقولوا أنه كل العلوم ستدرس بالإنجليزية، والإنجليزية من الابتدائي. هذه راهي لغة عالمية. من مصلحتنا كما جاء البيان الختامي أن نبحث عن مصلحتنا. مصلحتنا ليست باللغة الفرنسية ولا مع الفرنكفونية ولا مع اللغة 17 ولا مع فرنسا الدولة المتخلفة اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا ولغويا وفي جميع المجالات. باي باي فرنسا، انتهى زمنك يا فرنسا في منطقة المغرب العربي. أيضا الصحفي في جريدة الفيغارو والمهتم بشؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي جورج مال برونو، معروف هذايا، أدلى بدلو في الحديث عن الموضوع. قال: الجزائر بعد أسابيع قليلة من رحلة إليزابيث بورن وبعد أشهر قليلة من رحلة إيمانويل ماكرون أصبحت الورقات النقدية الجديدة باللغة الإنجليزية. ما تنسيتوش اللافتة أمام ماكرون، عمانويل ماكرون، هكذا تنطق بالعربية. عاملين له لافتة بالإنجليزية مش بالفرنسية حتى تكون الأمور واضحة. يا فرنسا راك لست بقوة عظمى، راك الاقتصاد السابع سيصبح الاقتصاد العاشر 2030. حتى البرازيل، الاقتصاد البرازيلي سيتجاوزك، الاقتصاد الهندي يتجاوزك بسنوات، الاقتصاد الصيني هذاك لا يقارن بالفرنسي. الصين فاتوا 18,000 مليار دولار، فرنسيس في 2000 يعني تقريبا 9 إلى 10 مرات أكثر من الاقتصاد الفرنسي. ما زالت فرنسا وثارت عليك الدول الافريقيه، بوركينا فاسو، مالي، جمهوريه افريقيا الوسطى، وسبقتهم رواندا وتشاد عاملين مظاهرات الى اخره. الان نحن اخر يعني من يتحرك. هاي الناس تعملوا تعبير فرنسي يقول كيل فو ميو تار كو جامي، من الافضل ان تاتي متاخرا من ان لا تاتي ابدا. اي سيدي هذا وقت عقود من الزمن واحنا نضيع في وقتنا مع دوله متخلفه ولغه متخلفه لا تنفعك ابدا بل تضرك، لانها تمنعك من الانفتاح عن العالم. العالم مرح وكبير جدا. توا السفير نذير العرباوي اللي هو مندوب الجزائر في الامم المتحده حكى ايضا، قال لنا ظروف انعقاد القمه كانت صعبه بالنسبه للوفد الجزائري، لانه كان يواجه بعض المحاولات التي كانت تهدف في البداية إلى التشويش عليها وإفشالها، وشفنا ذلك خاصة في الذباب الإلكتروني اللي يقولوا ستلغى، ستؤجل، لن تحدث قمة الجزائر إلى آخره، مؤكدا أن الرئيس تبون كان حريصا على إنجاح القمة وأن تتم الأمور بصورة جيدة. وأضاف العرباوي لملتي ميديا الإذاعة الجزائرية: نعتبر أن هذا النجاح الباهر للقمة نجاح للجزائر والدبلوماسية الجزائرية التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كان حقا قائد عمليات ليس فقط بالنسبة للأمور السياسية والملفات الدبلوماسية، إنما حتى بالنسبة للمسائل التنظيمية كان دائما يحرص على متابعة كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة وأن يتم كل شيء بصفة وصورة جيدة. هم فعلا تآمروا أنه يفشلوا من نهار الأول القمه في الجزائر. كما قلت بدات حمله منظمه للذباب الالكتروني، يعني خلي الذباب الالكتروني وراه الذباب الالكتروني المغربي، وراه الذباب الالكتروني الصهيوني، عندهم فرق مستعربه، وايضا دول من الخليج اعتقد على راسها الذباب الالكتروني ربما السعودي حتى يتحرك ضد القمه تنعقد في الجزائر. والدول المطبعه راهي قمه فلسطين، راهي فلسطين تكررت عشرات المرات في خطاب قيس سعيد والرئيس عبد المجيد تبون، وكانت إهداء للقضية الفلسطينية. محمود عباس مش يطير من الفرحة، السعادة خارجة مهنية لأنه أخيرا عادت فلسطين إلى القمم العربية. ثم شكون علق لي أنا في فيسبوك هذه شعارات وشعارات، يودي حتى الشعارات نحتاجها اليوم، راهو حتى الشعارات حتى الكلام أصبح ممنوعا، حتى التنديد بالكيان الصهيوني وتمجيد المقاومة الفلسطينية أصبح ممنوعا، أصبح يعني مرفوضا لدى الرجعيات العربية، الملكيات الإقطاعية القراوستية الكهنوتية التي صنعها الاستعمار وتمنع شعوبا من مشاهدة صناديق الانتخابات إلا في التلفزيون. طال عمرك ممنوعة. يعني أنك تبدأ تحكي بالشكل هذا على القضية الفلسطينية وعلى مستوى قمة قادة الدول العربية، هذا يعتبر نصر معنوي كبير جدا. وراه صدقوني يا اخواني المسائل هذه هامه جدا، المسائل الاعلاميه والقمم هذه راهي هامه جدا للقضايا. اكبر غضب يعني طبعا
وحاقد على هذه القمة هو الكيان الصهيوني ومن يلف حول الكيان الصهيوني من رجعيات عربية. انتصرت فلسطين، انتصرت القيم، وسقطت الرجعية العربية. خلينا نختموها عاد برقية تهنئة من الرئيسين يعني الروسي والصيني لقادة القمة ولمخرجات هذه القمة في الجزائر. وتعرفوا الصين وروسيا هما دولة بريكس، الصين وروسيا هما دولة معاهدة شنغهاي. الصين وروسيا هو النظام العالمي الجديد المتعدد القطبية ونهاية أحادية القطبية، وهذا اللي أشاره الرئيس عبد المجيد تبون وقيس سعيد في الجلسة الافتتاحية. العالم تغير، علينا أن نتغير نحن. فرنسا باي باي مع السلامة. والقوى عظمى روسيا والصين تشيد بمخرجات قمة الجزائر. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.